الزمالك وفاركو، مباراة كان فيها تفاصيل كتير، سواء تفاصيل إيجابية أو سلبية، ومهم جدا نتكلم عنها في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ كلامنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الزملكاوية، واشترك في القناة. عاوزين نوصل 15,000 مشترك إن شاء الله في أقرب وقت. عايز أبدأ معاك بكام حاجة كده كنت بشوفها على السوشيال ميديا من امبارح ومعصباني جدا. أولهم إن الزمالك عامل 3 كلين شيت لحد دلوقتي، والناس كلها مبسوطة بده مش عارف ليه، بعيدا عن إن ده المفروض يكون الطبيعي والمنطقي لفريق بحجم الزمالك والمدافعين الزمالك وحارس للزمالك. بس هل أنت قابلت فريق هجومي لحد دلوقتي عشان تقدر تحكم؟ هل قابلت فريق عمل محاولات كتير على محمد صبحي؟ وبما ان كل الفرق اللي قابلتها كانت بتلعب بالزون ديفنس وبتلعب معاك على النقطة، يبقى ما نقدرش نحكم غير لما فعلا نلعب قدام فريق هجومي. ثانيا، من الحاجات اللي مستغربها برضو من امبارح هي الكومنتات بتاعت الفيديو اللي بعد الماتش، واللي كانت عبارة عن دونجا عمل ماتش كبير، عمر جابر عمل ماتش كبير. طب واحدة واحدة كده وتعالى نبدأ بدونجا، ومن غير شخصنة ولا أي حاجة. ايه اللي خلى الناس كلها تطلع تشيد بدونجا بعد ماتش امبارح؟ يعني أنا عايز أفهم دلوقتي ايه الإنجاز اللي عمله؟ الراجل اول تلت ساعه اترقص مرتين قدام ال 18، لبس كوبري ما يلبسوش عيل صغير في حجز مع اصحابه، وفوق كل ده خد انذار عشان مش قادر يرجع يغطي المساحه اللي هو نفسه سابها. الراجل طول الماتش ما عملش غير باصين طوال صح، مفيش ترانزيشن سريع ولا حتى التحام يوقف الهجمات المرتده عشان واخد انذار في اول تلت ساعه، والكوره الوحيده اللي جات له على حدود ال 18 زي ما انت شايف كده. عزيزي الزملكاوي، خلينا متفقين على حاجه مهمه جدا. دونجا في احسن احواله اخره يبقى دكه في الفريق ده، مش اساسي. هو بيلعب دلوقتي عشان مفيش غيره في خانه الديفندر، ولو كان محمود جهاد موجود او كنا خلصنا في صفقه بتاعه حامد حمدان كان زماننا مش شايفين دونجا في الصوره اساسا. فبلاش تهويل وبلاش ندي الراجل اكبر من حجمه. الاداء اللي اتقدم امبارح لا يليق بلاعب اساسي في الزمالك، ولا حتى يليق بلاعب اساسي في فريق جماهيري في منتصف الجدول. ما تخليش الاداء اللي هو المفروض يبقى طبيعي لاي ديفندر في الزمالك يبقى بالنسبه لك انجاز. ومن حسن حظ دونجا امبارح انه كان بيلعب قصاد فريق منعدم هجوميا. وعلى فكره دونجا لما عمل اداء كويس قدام مودرن انا طلعت واشدت بادائه وفهمتك كمان اسباب ظهوره بالمستوى ده. ثالثا، برضو من الكومنتات اللي جات لي، عمر جابر عمل مباراه كبيره امبارح. طيب تعالى برضو نشوف الموضوع ده كده مع بعض. عمر جابر تقريبا من اول الدوري ما شفتوش بيعمل عرضيه صح. لك ان تتخيل ان عمر جابر ما صنعش ولا جون الموسم ده. وخلي بالك ده المهاجم بتاعك ده الهداف الدوري لمنتخب فلسطين، والراجل مميز جدا في الرأسيات، يعني مطالب من حضرتك تلعب الكرة في المكان اللي هو واقف فيه مش اكتر. ومع ذلك عمر جابر بيحول اول ما يعمل العرضيه، معرفش ليه. وفي الحقيقه دي كارثه لما يبقى في باك يمين اسمه علي فوزي عامل 3 اسيست ومسجل جون وهو بيلعب في فيوتشر، لا والمهاجم بتاعه جودوين شيكا وحسام حسن. تبقى دي كارثه يا عمر. مش هختلف ابدا انك مميز في الالتحامات، بتعرف ترجع لنا الاستحواذ، لكن فين ادوارك الهجوميه؟ فين عرضياتك؟ فين ثنائياتك مع اخوان الفينا؟ معلش دول كانوا كلمتين محشورين في زوري كده كان لازم اقولهم، وده عشان ما ننفخش في لعيبه محتاجه شغل كتير جدا على نفسها، وخصوصا اننا لسه ما لعبناش قدام فرق تقيله. وركز في الحته دي عشان مهمه، ما تخليش الفرق الصغيره اللي لعبت قصادها تغيبك عن مشاكل الفريق. انا ما تفرحش بالفوز وتنسى تبص على المشاكل اللي موجوده عندك، عشان قولا واحدا المشاكل دي بكل تاكيد هتظهر، لكن امتى وقصاد مين الله اعلم. بس مع ذلك شفنا ايجابيات للزمالك في المباراه دي، ومشاكل كنا بنعاني منها الفتره اللي فاتت بدات تتصلح. اول الايجابيات دي هي التسديد، واللي يثبت كلامي ان في مباراه موديل الزمالك مسدد 9 تسديدات فقط على المرمى، انما في مباراه فاركو مسددين 21 تسديده. اي نعم محتاجين نشتغل على جوده التسديد، ولكن كويس جدا اننا بدانا نعتمد على السلاح ده. من الايجابيات برضو هي الاعتماد على الاطراف، ولكن برضو ظهرت مشكله، وهي ان عدي الدباغ طول المباراه بيغرد وحيده في ال 18، فبالتالي انت عملت مثلثات وكلام جميل جدا على الاطراف ونسيت تزود الكثافه في العمق، اللي انت اصلا عامل الشغل ده كله عشان في الاخر تعمل عرضيه وتوصل الكوره للي موجود في العمق. بس كل ده بلا هدف، لان حضرتك عايز تعمل عرضيه ومفيش غير لاعب واحد بس في ال 18، وهنا احتماليه الهدف بتكون ضعيفه جدا جدا. اخر حاجه معانا في الايجابيات هي الضغط واسترجاع الكوره في الثلث الاخير من الملعب. الزمالك استرجع الكرة 12 مرة في نص ملعب فاركو، والكلام ده كان بيحصل حتى بعد الهدف. طب نيجي بقى للسلبيات، واولهم هو البطء في تحضير اللعب. وخلينا اشرح لك المصطلح ده بشكل اوضح. في بعض الاحيان
فكنا بنشوف فتوح فاتح عرض الملعب وشيكو بنزا هو اللي في العمق، وده عشان شيكو يسحب الباك اليمين بتاع فاركو ويسيب مساحة لفتوح. بس للأسف ولا مرة كنا بنستغل النقطة دي، وده لأن الكرة بتبقى في الجبهة العكسية في نص الملعب، وعشان نوصل الكرة لفتوح فهي محتاجة تعدي على الونش، ومن الونش لدونجا، ومن دونجا لعبد الله السعيد، ومن عبد الله السعيد لفتوح. وعلى ما كل ده يحصل يكون دفاعات فاركو عدلوا وقفتهم وقفلوا المساحة على فتوح وطلع عملوا كولينج بريك. وكالعادة مفيش اللاعب اللي يقدر يوصل لك الكورة لأبعد نقطة ممكنة برؤية وبدقة وبباص واحد بس. طب نيجي بقى لآخر السلبيات معانا النهاردة، وهي نفس النقطة اللي كلمتك فيها من شوية، انعدام الكثافة العددية للزمالك جوه منطقة الجزاء لفريق فاركو. أحيانا كنا بنشوف الكورة على الأطراف أو في المنطقة اللي أنت هتعمل منها العرضية، ومفيش غير عدي الدباغ جوه ال 18 وسط 5 أو 6 مدافعين من فاركو. طب هنعمل إيه عشان نزود الكثافة دي؟ الأربعة اللي تحت المهاجمين قصيرين وما بيعرفوش يلعبوا بدماغهم باستثناء شيكو بنزا. يبقى في الحالة دي نعمل سويتش ما بين شيكو بنزا وناصر ماهر عشان نشوف شيكو بنزا هو اللي في العمق، ولكن والأسباب مجهولة بالنسبة لي. تغيير المراكز ده بيستمر لمدة 3 دقايق فقط، والثلاث دقايق دول ما تعملش فيهم ولا عرضية. عايز أكلمك على شيكو بنزا في المباراة دي تحديدا، واللي يوضح لك إنه لاعب عشوائي جدا، لاعب محدش قادر يفهمه، بس مع ذلك أنت بتستنى الكرة تروح له لأنه أكتر لاعب بياخد الكرة وبيروح ناحية الجون. وفي تفصيلتين مهمين جدا لشيكو بنزا. أول تفصيلة بتوضح لنا العشوائية بتاعته هي الكرة دي. عبد الله السعيد عارف إن في زحمة في نص الملعب بسبب وجوده ووجود ناصر ماهر ودونجا، فبيطلب من شيكو بنزا انه يفتح عرض الملعب. يوم شيكو بنزا هو اللي نازل مستلم من عبد الله السعيد ويفضل واقف في مكانه وما بيتحركش. عبد الله فقد الكرة بسبب الزحمة دي، وبص بقى رد فعل عبد الله عصبية، وبرضه بيشاور له انه يفتح عرض الملعب. ولكن عشان ما ظلمش الراجل جايز يكون ما خدش باله من كلام عبد الله او ما فهمش كلامه. طيب تاني تفصيلة هي ركنية عادية جدا، ولكن شيكو بنزا في ال 18 واقف بيتفرج من اول ما الكرة اتلعبت لحد ما الهجمة خلصت، رغم ان شيكو بنزا هو كان اقرب واحد للكرة دي، ولكن مش عارف الصراحة كان بيفكر في ايه ساعتها. اخر حاجة معانا النهاردة هي تفصيلة مهمة جدا. خوان الفينا دايما بيبقى مراقب باتنين لعيبة، وبالتالي الملعب بيبقى مايل ناحيته هو اكتر، وبيبقى فيه مساحات ناحية الشمال. المطلوب بقى من الاستاذ يانيك فيريرا انه يبقى عنده حل انه يجمع اللعب ناحية اليمين وينقل الكورة بأقصى سرعة ناحية الشمال عشان نقدر نستغل المساحات، أو يلاقي حل إنه يستغل الفاولات الكتيرة جدا اللي بيقدر يحصل عليها خوان الفينا. في الأخير الحمد لله إن الأداء ده كان قدام فريق ضعيف هجوميا ودفاعيا، وقدرنا نسجل وناخد ال3 بونت، وده الشيء المهم بالنسبة لي. ولكن الشيء المهم برضو هو الفرص السهلة اللي بتضيع كل مباراة دي. لازم فيريرا يعنف اللعيبة شوية ويفهمهم إن وارد جدا في أي لحظة في المباراة نندم على الفرص دي. وبس كده يا معلم، ما تنساش تعمل لايك وكومنت لانهم بيفرقوا جدا في ظهور المحتوى. كان معاكم هادي الشام، مع السلامة.